أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام ورحمة الله وبركاته. عودا إلى حلقات نوافذ أدبية، وحلقة هذا الحوار بعنوان التذوق الأدبي ومهاراته. جاء في القاموس المحيط تحت مادة ذوق هو اختبار الأطعمة وتذوقها، فالذوق بمدلول اللغوي حاسة تدرك بها الأطعمة والأشربة. أما في اصطلاح العلماء فنجد الانتقال الدلالي للمعنى اللغوي إلى الاصطلاحي، بأنه تلك الموهبة الإنسانية والقدرة الإدراكية التي يستطاع من خلالها تمييز العمل الأدبي من حيث جماله ورداءته. ويعد التذوق الأدبي من أهم المقاييس التي يعتمد عليها في الحكم على العمل أو النص، ولكن ليس هو المقياس الوحيد، فقد يختلف التذوق للعمل الأدبي من قارئ لآخر ومن عصر لآخر، ولكن ومما لا شك فيه إن للتذوق أهمية كبيرة في تقييم العمل الأدبي والمساهمة في تطويره وفتح مغاليقه. في هذا الحوار نستضيف شاعر وأديب من مواليد 1959 ميلادي، حاصل على الإجازة الجامعية بشهادة البكالوريوس بجامعة الكويت في اللغة العربية والتربية، يعمل معلما للغة العربية ومشرفا ومنسقا للأنشطة الطلابية الثقافية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. له شعر لم يضمه ديوان بعد، وله دراسات وآراء في الشعر والأدب، ومشاركات شعرية وأدبية في الأمسيات والندوات الثقافية، وله أيضا حراك ثقافي ومسرحي فاعل. الأستاذ علي بن طاهر البحراني، فأهلا وسهلا الأستاذ، حياك الله على قناة الأنوار الفضائية. أهلا بكم ومرحبا، حياك الله أستاذ. حياكم الله. في البدء وكمدخل للحوار أستاذي الفاضل، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين النقد كمنهج خاص والتذوق الأدبي كمنهج عام، ليتسنى لنا الوقوف على صورة واضحة ومتكاملة بفروقات التذوق والنقد. نعم، سؤال جيد أستاذ فريد. نعم. هناك طبعا النص عندما يبدع من الشاعر ينتقل إلى أفق آخر من الإبداع، هو إبداع المتلقي. نعم. إبداع المتلقي يكون في التصور، في التشكيل، في الاكتشاف، نعم. في التفاعل مع النص بشكل عام. كلما كان النص ثريا مفتوحا مثيرا مدهشا ممتعا، أعطى المتلقي فرصة كبيرة للإبداع الآخر. النص يبدع مرتين، يبدع من الشاعر إنتاجا، نعم. ويبدع من المتلقي تذوقا وإدراكا. نعم. كلما تعدد التذوق تعددت النصوص. نعم. المتذوق الذي يملك أدوات التذوق يستطيع أن يستخرج من النص نصوصا أخرى، وتتعدد هذه النصوص بتعدد التذوق. نعم. حالة ال ال يعني ال ال